شهدت مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي للمحترفين حالة إن لم نقل حالات تحكيمية غريبة ومؤثرة للغاية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بفريق ينافس على اللقب وفريق يصارع من أجل البقاء. لكن الحالة التحكيمية الأبرز والتي جاء منها هدف الهلال الوحيد متصدر البطولة هي التدخل العنيف والمتهور والخطير، والذي لم تتم مراجعته حتى من طرف حكام الشاشة. هذا الهدف أجمع المحللون التحكيميون على بطلانه وتأثيره على سير المباراة، حيث أن اللاعب المتدخل كان يستحق على الأقل بطاقة صفراء في أحسن الأحوال. للإشارة فإن الحكم الفنزويلي الذي أدار المباراة والذي بدا متشنجا قام أيضا بطرد أحد لاعبي فريق الرياض لسبب مجهول. والإنذار الثاني لسبب مجهول بالنسبة لنا، أنا مش عارف إيه هو السبب، فالله أعلم السبب إيه، لكن خلاص